السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. يا صباح الفل، صباح الهنا، صباحكم مشرق بالنور الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى نبدأ يومنا كده بإيه؟ بأحلى أكلة كده العيال طالبينها، فهنبدأ إن احنا نعمل لهم كل اللي هم عاوزينه. بس ما تنسوش في الأول لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلوك كل جديد أنا بنزله. تمام كده يا حبايبي؟ قلت بقى ايه، هم كل واحد في البيت انتوا عارفين طالب اكله شكل، فجمعتها لهم النهارده بقى. والنهارده كان يوم الجمعه، فقلت بقى ايه بالمره كده، انتوا عارفين يوم الجمعه بيبقى راحه، هو بس الاكل اللي احنا بنعملوه واحلى اكله طبعا عشان بيبقى اجازه وكله متجمع فيه، فاحلى اكله هنعملها. طبعا انا هنا جبت الفرخه، انتوا عارفين ان انا لازم اتبلها ببصل وفلفل فلفل اسود وملح، وتسيبيها كده ساعه اتنين، نص ساعه على قد ما تسيبيها، المهم تتبليها ببصله وفلفل اسود وملح، بتدي طعم حلو قوي قوي للشوربه يا بنات. تمام كده. وهي واحد بقى عندي طالب، واحده طالبه محشي، واحد طالب سمبوسه، وواحد طالب ايه يا ربي، فراخ وايه وملوخيه بقى ولسان عصفور. يعني هنعمل وليمه النهارده. تمام كده حبايبي. انتوا عارفين بقى ايه ان انا لازم اجيب الكرنب واسلقه واعمله في نفس اليوم، بيبقى احلى احلى كرنب. تمام كده. انتوا عارفين الكرنبه دي والصغيره دي، المقاريض دول الصغيرين دول اللي عملوا لي يا دوبك كيلو وربع رز بالعافيه ب50 جنيه. الكرنب غالي قوي قوي الايام دي، مع ان احنا يعني في الصيف، بس بصراحه اكله تحفه يا بنات، جربوه كده وجميل قوي. واللي ما بتعرفش تعمله، لا سهل جدا جدا، ما تستصعبيش حاجه، لا هاتي وجربي واعملي، مره هيطلع معاكي مظبوط، مره هيطلع مش مظبوط. جربي جربي، مش هتخسري حاجه. تمام كده. وشويه الخضره دول ب8 جنيه، والله هما واحده شبت ب2 جنيه ونص، وكزبره وبقدونس عاملين 8 جنيه، لان جبت اتنين واتنين وواحده شبت. تمام كده. الخضره غاليه قوي لان انتوا عارفين الجو حر والخضره بتبقى ضعيفه ومش حلوه، بس يلا جبنا وقضينا واتاكل والحمد لله. اتمنى ان انتوا تجربوه، والله سهل جدا. ده كلام للبنانيت اللي هم لسه مش بيعرفوا يعملوا، وفي كتير قوي متجوزين والله بيستصعبوا المحشي، وبقول لهم ان لا، المحشي مش صعب، المحشي سهل جدا جدا، بس تعودي ايدك عليه على اللف هيبقى سهل معاكي في كل مره. تمام كده. انا التسبيكه بتاعت المحشي دي انا عاملاها بصلتين كبار مخرطاهم على ايدي، ويا دوبك عملتهم كده في الزيت والسمنه، شوحتهم شويه، وبعد كده ده نزلت بمعلقه صلصه معلبات وكيسين طماطم بقى. انا عندي الطماطم كنت شايلاها في الفريزر، فطلعتها وتسيبيها بقى تتسبك لحد ما تبقبق كده، وتلاقي الزيت بتاعها طالع على الوش كده، يبقى هي استوت وبقت تمام. احلى طريقه للمحشي يا بنات اللي هي التسبيكه دي، تدي طعم وتست حلوه قوي، عالي عالي للمحشي. جربيه كده، احلى من ني في ني. ما تقوليش الجو حر وهيصهد ونعملوه ني في ني والكلام ده، لا ما بيبقاش طعمه حلو. المحشي الكرنب بالذات بيبقى عايز التسبيكه دي، بتبقى حلوه قوي. تمام كده. صلوا على النبي كده واستغفروا كتير، وخلوا الذكر كده على لسانكم على طول. وربنا يحميكم ويحمينا يا بنات. تمام كده. انا قطعت الخضره وغسلت كيلو رز وحطيت بقى كله على بعضه كده وقلبته، كان جميل. طبعا الكرنب هنا بصوا الاتنين صغير دول ب50 جنيه، انا مش عارفه والله في ايه في الدنيا، بس الحمد لله. بس طلع اللي هو على الحرف كده بيبقى شايط شويه كده، فبتضطري تقطعيها الحته دي. بديت بقى اللي انا اقطعه. بصي اهم حاجه قبل ما تقعدي تحشي، قطعي المحشي بتاعك اللي هو الورق بتاعك عشان يبقى سهل معاكي في اللف. تمام كده. انا بقيت اقطع حبه حبه كتار كده واحشي، وبعدين لما عاوزه اقطع تاني عشان يسهل عليا. وقلت بقى لا، جبت بقى على الترابيزه هنا في الركنه، وهنا قعدت جنب الركنه اللي هي في التكييف عشان الجو كان حر موت. احنا كنا هنا بعد الظهر يعني بعد الصلاه، فكان الجو حر موت قوي يا بنات. تمام كده. وهتلاقوني وانا كده خلصت يا دوبك، لسه بخلص في اخر حاجه النور قطع عليا، فالحمد لله كملنا برضو الاكلنا وكده، واتقضت عبال ما النور جه كنا احنا خلصت الاكل وهنبدا نغرفه كده. بصوا بقى لف المحشي، انا عايزه كل بنت وكل واحده مش بتعرف تلف محشي، لا تعودي ايدك كده على اللف، والله هيطلع معاكي مظبوط. انا اسهل حاجه اللي بحبه هو لف الكرنب، بحبها قوي وبياخدش معايا وقت وبلفه بسرعه قوي. بصي هي تحطي الرز وتفرجيه ولفه والتانيه وتقطعي الورقه. بحب كمان ان انا ما اقطعش الورقه على قد المحشي، لا بحب الورقه تبقى طويله معايا، انا اللي اقطعها بايدي. احلى لف محشي كرنب والله يا بنات، ما بياخدش حاجه. تمام كده اهو. بصوا النور بقى كده كان قطع، كنت خلصت حله المحشي
ونسيت اوريها لكم، بس هوريها لكم على البوتاجاز وهي بتستوي. كان عندي بقى السمبوكسه ديت في التلاجة، وشويه اللحمه المفروم دول برضو من اخر مره كنا عاملين اللي هو النجرسكو كانوا فاضلين. عشان كده بقولك لما بتيجي تعملي حاجه زودي شويه في الكميه، بتحتاجيها في وقت برضو ايه بتعمليها جنب اي اكل بتسد. سهله جدا وما فيهاش اي حاجه، بتعمليها قرطاس كده وتقومي مدخله فيها اللحمه المفرومه. تمام كده. خلصت بقى الطبق دوت وحطيته في التلاجة. لازم تحطوه في التلاجة قبل ما تقليه عشان يطلع ايه كويس وما يتهريش. وانا كمان كان لسه هنا بخرط الملوخيه. احلى تخريطه ملوخيه يا بنات احسن من الكبه والخلاط بصراحه. انا بحب تخريط الملوخيه بالمخرطه احلى ما انا احطها في الكبه والخلاط وكده. لا بتلاقي الملوخيه حلوه. طبعا هنا كنت خرطتها النور كان قاطع، ودخلت بقى ايه طبعا خرطتها وعملت الملوخيه هي، بس سبت الطشه بقى وعملت لسان العصفور حمرته والنور جه وانا يا دوبك بحط الشوربه. اليوم فات والله وكان جميل، والمحشي ما خدش اي وقت. يقولك بياخد غلبه والكلام ده، لا بصوا بقى حله المحشي زي الفل ازاي، ولا طعمها ولا ريحتها يا بنات. يا سيدي يا سيدي. دي بقى ايه الله الله الله. دي بقى عايزه دي طشه بقى الملوخيه. قلت بقى اعملها لان انا عملتها والنور كان قاطع، فقلت اسيب بقى الطشه لما ايه النور يجي لاخر وقت. خلاص كده وانا كده مفضليش الا السمبوكسه هي اللي هقليها، والفرخه بقى هقليها في شويه زيت وحب معلقه سمنه بلدي كده. الله يا بنات كان الاكل يستاهل بقكم والله. كان تحفه وجميل وما خدش اي وقت والله. انت بس جهزي حاجتك من بالليل وتقومي بقى تشتغلي كده على رواقه. هنا بقى السمبوكسه هنا حطيت الزيت بس وهديت البوتاجاز وبقيت احط بقى وتقلبي. بس اهم حاجه تطلعيها على مصفى علشان تبقى طالعه ناشفه معاكي وكويسه، ما تطراش، ما تحطوش على بعضها في طبق كده ولا في حاجه وتطرى، لا. انا حطيتها في المصفى هنا تصفي، وفي نفس الوقت كانت مقرمشه لحد اخر واحده. تمام كده اهو. بديت بقى اللي انا ايه بهديه البوتاجاز واطلع. بس ايه بقى ما اقولكوش البوتاجاز بقى فله من المحشي والاكل وطشطشه الفراخ. بس هي على مين احنا قدها وقدود ستات جدعان نعمل اكلنا ونخلص مطبخنا. تمام كده. بصوا هنقلي بقى الدور ده واقلي الفراخ، وبعد كده هتشوفوني بقى ايه في المطبخ ده ايه هخليه فله وقشطه قبل ما اغرف الاكل واحطه. ما هو طبعا ما ينفعش ان انا اغرف الاكل واقعد اكل ومطبخي يبقى بالمنظر دوت، لا يجيليش نفسي ان انا اكل. طبعا لازم يا بنات تعودوا نفسيكوا قبل ما تروحي تقعدي وتاكلي، لازم مطبخك يبقى فله كده عشان لما تخلصي الاكل يبقى الطبقين بتوع الاكل بس، ما تبقيش محتاره بقى البوتاجاز فرد كلتي وريحتي شويه. يبقى مطمنه ان انت مطبخك زي الفل. حد خبط عليكي، حد عايز من الاولاد حاجه، هتكومي على نفسك، لا. بصوا بقى مكان المحشي مغلى وكده فرع على البوتاجاز وظبطه يعني. بس على مين هتشوفوه دلوقتي فله وقشطه كده. مسحت الرخامه دي كلها مسحتها باللي هو الفريده دوت مطهر حلو قوي قوي يا بنات. يا ريت تجربوه. ما تنسوش بقى في اللايك وشير واشتراك في القناه، واللي ما اشتركش يشترك، واللي ما حطش لايك حط لايك. ما تحرمش منكم يا حبايبي، انا بطلب منكم كده عشان انتوا حبايبي واخواتي. مش كده اهو. مسكت بقى بصوا رجعت الاكل زي الفل تاني على البوتاجاز ولا اكن كان حاجه، ومسكت المطبخ مسحته ولمعته وبقى زي الفل. نغرب بقى اكلنا كده واحنا ايه قلبنا جامد، نطلع وناكل واحنا قلبنا جامد. بصوا بقى الاكل والمحشي يا سيدي يا سيدي على المحشي زي الفل، يستاهل بقكم والله يا بنات. ولسان العصفور. بصوا الملوخيه، بصوا جمال الملوخيه بقى الخضره وهي نازله. احلى اكله دي ولا ايه؟ بصوا ريتكم تجربوها، وكانت سهله وخفيفه وما تستثقليش حاجه وتستصعبي حاجه، لا كل حاجه سهله والله يا بنات. يا ريتكم تجربوها. والمحشي ما خدش اي حاجه. يا ريت كده هاتي كرومبه وجربي كده وهيطلع معاكي زي الفل. تنسونيش بس في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد مني. بحبكم في الله يا اغلى متابعين. بصوا بقى صباع المحشي تحفه. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.